هل ممكن الشخص اللي اتظلم الناس تثور عليه لمجرد إن هو حاول ياخد حقه؟ بتبدأ قصة الكتاب ببنت اسمها داما، واللي هي في ميعاد مع واحد اسمه هشام، واللي تقريبا بيسألها سؤال ساذج وتافه قراه في كتاب ازاي تخلي البنت تحبك، وبيقول لها تفتكري أنا اخترتك ليه دونا عن باقي البنات؟ داما بتضحك بعقلها وبتشوف قد ايه السؤال ده ساذج، على الرغم من ان هي شايفة ان الشخص ده تافه وساذج بترد بكل براءة وبتقوله انت عرفت منين؟ وزي ما السؤال تافه فإجابته أتفه، لأن هشام رد عليها بالإجابة المعتادة لأن انتي مختلفة عن كل البنات اللي أعرفها، وبيطلب منها إن هي تروح مع البيت. دايما ما صدقت إن هشام قال كده علشان تكشف عن حقيقتها، إن هي جاية من طرف بنت اسمها رحاب، واللي هشام ضحك عليها. ورحاب بتكون بعت رسالة مع داما علشان تقولها لهشام، وأول ما بيسمعها هشام بيفضل يضحك جدا، لكن هشام ما كانش عارف إن مراته واقفة وراه وسمعت وشافت كل حاجة. وبنعرف إن داما مش أول مرة تعمل كده، بالعكس دي المرة 25، وإن هي عندها مدونة اسمها عزيزي بتستخدمها إن هي تساعد البنات اللي مش عارفة تاخد حقها عن طريق القانون. وطبعا كل ده هتلاقوه في كتاب الدامة للكاتب محمد صادق، واللي مش هتندم أبدا إن انت قريت الكتاب ده.